السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الزول في اللون مرة أخرى، مرحبا بكم في فيديو جديد مع حلقة جديدة في قناتنا ديبورتيزات. اليوم رايحين نتكلموا على وضعية شبيبة القبائل، الفريق اللي كان رمز، كان مدرسة وكان فخر للجزائر كاملة، واليوم ولا يعيش واحد من أسوأ مواسم تاعو. الفيديو هذا ماشي باش نسب، ماشي باش نجرح ناس، إنما نقد بناء، نقد لازم يتقال، لأنه السكوت على الباطل يزيد يغرق الفريق أكثر. خاوتي شبيبة القبائل، ما تستاهلش تشوف هذه الحالة، وما تستاهلش إدارة تتخبى وراء الإعذار. اليوم رايحين نفصلوا في الأسباب اللي خلات الفريق يطيح من أسبوع لأسبوع، حتى ولا قريب يخرج من كل المنافسات. شبيبة القبائل خرجت من كأس الجمهورية بكري قدام فريق كان ممكن يتعدى بسهولة، وزيد في رابطة أبطال إفريقيا. الفريق جمع غير 2 نقاط فقط في 4 مباريات، يعني التأهل للربع النهائي ولا شبه مستحيل. وفي البطولة الفارق بين الشبيبة والمتصدر مولودية الجزائر راهو كبير بزاف، 13 نقطة كامل. خلى الأنصار يعيشوا خيبة كبيرة، لأنهم كانوا حاسبين الموسم هذا يكون مختلف. بداية الموسم كانت كارثية، بصح الفريق بدأ يرجع شوية رغم البداية السيئة. اللاعبين قدروا يرجعوا شوية، حققوا نتائج مليحة في البطولة، وجازوا الأدوار التمهيدية تاع رابطة الأبطال بلا خطأ. لكن كلش تبدل بعد مباراة بشار، يعني مع شبيبة الثورة، كانت رابحة ب2-0، وفي الأخير التعادل. من بعدها الفريق دخل في دوامة الشك، هزيمة وراء هزيمة. الهزيمة الثقيلة قدام الأهلي زادت غرقت الوضع، والفوز على شباب بلوزداد ما كان غير ضر الرماد في العيون. وهنا نروحوا للنقطة الحساسة، الإدارة. كيفاش فريق بحجم الشبيبة، فريق عنده تاريخ، عنده جمهور بالملايين، ما يجيبوش محلل فيديو؟ المحلل اللي كان يخدم معاهم راح لبلاده، ومن بعد الإدارة جابت محلل تاع الفئات الشبانية. يا جماعة، فريق يلعب رابطة الأبطال لازم يكون عنده طاقم كامل محترف، ماشي ترقيع. وزيد مساعد المدرب راح وجابوا بلاصتو مترجم، وباش يقويوا الطاقم الفني راحوا نقصوا من الطاقم الفني. درك نرجعوا لقضية الفيزا والفضيحة. المدرب سافر للنمسا باش يجدد الفيزا تاعو في وقت الفريق كان يحضر لمباراة مصيرية ضد الجيش الملكي. كيفاش إدارة محترفة تخلي المدرب يروح في وقت حساس كما هذا؟ وكان لازم يبرمجوا هذه الأمور، المشكلة هذه تاع الفيزا قبل، علاه يخلوه يروح قبل المباراة بيومين؟ هذا يبين غياب التخطيط، غياب الاحترافية، غياب المسؤولية. طبعا المناصرين كامل يعرفوا كاين بعض اللاعبين عندهم قدرات باش يلعبوا في الفريق، يعني ولكن الجو داخل الفريق مسموم، صراعات بين المسؤولين، لاعبين ما خلصوش، لاعبين بعثوا انذارات رسمية للإدارة. كيفاش تحب الفريق يربح وهو عايش وسط هذه الفوضى؟ اللاعب كي ما يكونش مرتاح ماديا ونفسيا مستحيل يعطي كلش فوق الميدان. وفي سوق التحويلات، يعني في الميركاتو الصيفي، كان نشاط كبير في جياسكا، كانت من أكثر الفرق نشاطا في الميركاتو، جابت لاعبين معروفين، بصح بزاف منهم ما عطاوش الإضافة. وفي الميركاتو الشتوي، رغم حاجة الفريق لوسط ميدان قوي، الإدارة ما جابت حتى لاعب في هذا المنصب. وزيد بزيادة، الفرق كامل كانوا يخدموا في سرية تامة إلا شبيبة القبائل. وكيفاش زاد فضحت هذه الإدارة؟ بعض وكلاء اللاعبين قالوا أنهم ما حبوش يكملوا يخدموا مع الإدارة بسبب غياب السرية في الملفات، يعني حتى خارج الفريق الصورة ولات سلبية. خوتي شبيبة ماشي فريق عادي، هذا فريق تاريخ، فريق ألقاب، فريق رجال. لكن اليوم الإدارة حاليا ما كانش في المستوى، ما كانش تخطيط، ما كانش رؤية، وما كانش احترافية. الأنصار عندهم الحق يغضبوا، وعندهم الحق ينتقدوا، لأنهم يشوفوا في الفريق يغرق وما كان حتى واحد يتحمل المسؤولية. يا جماعة، هذا نقد ماشي كره، بالعكس حب اللي نحبوه شبيبة القبائل.
هي اللي خلينا نهضروا الفريق يقدر يرجع. ولكن مع هذه الاداره يا جماعه، حتى وين ينور الملح اسا ازكى جي اسكا ثلاث لا افوس لك فوس ارثو فات ما يبغى ربي. على بروشان فيديو ان شاء الله.